السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم او هنعرف ازاي نعمل حفظ لحبوب لقاح الدراجون فروت. حفظها سهل جدا ان شاء الله باذن الله. طريقتها سهلة طبعا. التلقيح معروف او كلنا طبعا دلوقتي عرفنا طريقة التلقيح. التلقيح سهل جدا. ده حبوب اللقاح اهي. احنا بننزل الحبوب، يعني يفضل في البداية طبعا في بداية تفتيح الزهرة بعد ما تتفتح بساعة او ساعتين بيكون انسب وقت، وبيكون فيه الحبوب اللقاح لسه ناضجة ما جاش عليها اي حشرات، ونقدر نحفظها ونستفيد بيها ونلقح بيها الزهر بتاعنا. طبعا في حبوب لقاح بتنزل جوه الزهرة، وفي حبوب لقاح بتيجي على الورق لوحدها. الصنف ده يعني لو الجو كويس، ده صنف ابيض اول حاجة، لو الجو كويس بيقعد لوحده. اما لو الجو الحرارة شديدة فيفضل التلقيح اليدوي. طبعا في كلتا الحالتين التلقيح اليدوي افضل افضل طرق لزيادة الاحجام وزيادة نسبة العقد او عقد الزهور عشان الزهرة تنجح معانا بإذن الله. بعد ما بنستخرج حبوب اللقاح، لو عايزين بقى نلقح الزهرة بتاعتنا بنجيب البودرة او حبوب اللقاح اللي انتم شايفينه اهو، ده اللي جمعناه. بنجيبه بناخد شوية على الفرشة كده، وبنيجي على العضو الأنثوي وبنحط على الأطراف أو الحاجات اللي طالعة دي، وبنحط برضو شوية في النص. طبعا بنعرف إن هي اتلقحت أو عملية التلقيح تمت بعد حوالي، تبدأ معانا من أول 4 أيام، ممكن توصل لأسبوع. لو الجزء اللي في الأسفل ده لسه أخضر يبقى بالتالي الزهرة نجحت معانا. بعد ما بنستخرج حبوب اللقاح او بناخدها من الزهرة، طبعا لو عندنا كذا زهرة، في عندنا كذا زهرة اهي، ده زهرة تانية برضه هناخد منها حبوب اللقاح. فيها حبوب لقاح ما شاء الله كويسة، نلقحها برضه اهي شايفين. دي حبوب اللقاح معانا اللي جمعناها. ممكن نجمع اكتر ونخزن لو عندنا كمية الازهار كتيرة. بعد كده بنجيب امبول او ممكن كيس بلاستيك، واهم حاجة يكون نضيف ومتعقم كويس، وبنحط فيه حبوب اللقاح بتاعتنا. هحطها ونرجع لكم تاني. بعد ما حطيناها في العلبة معانا اهي، هو كمية قليلة طبعا تكفي للزهرة واحدة. بنقفلها كويس. طبعا لازم تكون محكمة الغلق، ده اهم حاجة. طبعا لازم العلبة نقفلها كويس او الكيس، وبعد كده بنغلفه في كيس او كذا كيس اسود يتم حفظها. ممكن لو درجة الحرارة او التبريد بتاع التلاجة بتاعتنا بيتلج كويس يبقى في التلاجة كويس. لو التبريد ضعيف ممكن نحطه في الفريزر، بس اهم حاجة تتلف في كذا كيس. وطبعا كيس يكون اسود، نبعدها طبعا عن درجات الحرارة المرتفعة، وبنحفظها عشان طبعا لازم كذا كيس عشان ما يوصلش لها رطوبة، وبالتالي حبوب اللقاح بتاعتنا تتلف.
في النهاية اتمنى لحضراتكم تكونوا استفدتم من الفيديو، وتابعونا ان شاء الله لمعرفة كل جديد. ده الازهار بتاعتنا اهي، وان شاء الله نعرف اكتر واكتر باذن الله. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.